السلام عليكم. لو انت مهتم بالعمل على البريمة او طالب هندسة بترول، اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل يوم معلومة جديدة من عالم البريمة. ولو دخلت على القناة هتلاقي معلومات عن الحفر وعمليات البريمة. النهاردة هنتعرف على التيبر تاب. التيبر تاب هو اليونت من وحدات الفيشنج، وبيستخدم لاستخراج الفيش عن طريق الامساك بيه من الداخل. بيكون شكله مخروطي وعليه قلاووز خارجي، ولما ينزل داخل الجزء المفقود بيلف فيه لحد ما يمسكه بإحكام. بعدها يبدأ فريق الحفر في سحب الفيش إلى سطح البئر، وبيستخدم غالبا مع المواسير أو الأجزاء اللي يكون من الصعب الإمساك بيها من الخارج. علشان كده يعتبر التيبر تاب من أهم وحدات الفيشنج، لأنه بيوفر حل سريع لاسترجاع الفيش من الداخل. في الفيديو الجاي هنتعرف على الداي كولر، وهنعرف إيه الفرق بينه وبين التيبر تاب. ولو استفدت من الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل يوم معلومة جديدة من عالم البريمة.